يتشرف اتحاد طلاب كلية الحقوق اللجنة الثقافية والسياسية بأن تستضيف في أولى حملات مرشحين رئاسة الجمهورية الأستاذ حمدين صباحي كمرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. باعتباري كما أشرف واحد منكم أقدم نفسي لكم مرشحا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة. مصر اللي أنا عاوزها البرنامجي واللي هشرح لكم وهكون موجز قد ما أقدر عشان نفسي أسمع أسئلتكم وأرد عليكم. لكن الرسالة الثالثة اللي عاوز أقولها هي رسالة تحية واحترام وإكبار لكل مصري ومصرية وعربي وعربية خرجوا في 15 مايو في مظاهرات ضد الدولة الصهيونية وأحياء لانتفاضة فلسطين الثالثة. هدفي المحدد إن مصر في 8 سنوات تتنقل من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة. عنوان واضح جدا وهدف محدد جدا عشان نتنقل من دولة نامية أو متخلفة إلى دولة متقدمة وناهضة. محتاجين أحسن استخدام لإمكانياتنا كمصريين. ومن أهم الحاجات اللي لازم فيها موقف إن لابد من قطع الغاز الطبيعي عن إسرائيل فورا. أنا مرحب بكل الأسئلة طبعا. أنا ثروتي يا شباب مصر إن أنا وارث حتة أرض عن أبويا الله يرحمه الفلاح المصري اللي هو أحسن من علمني. طب بما ان المنصه يعني مديرة الاستاذ الدكتور فريد العليني فهو يتحدث امامنا. أنا موجه للاستاذ حمدين صباحي 3 أسئلة لا اكثر ولا اقل. وعندما اعلن الفرعون المخلوع انه باق في رئاسة الجمهورية إلى آخر نفس، قام
انا واقف وسطهم قمه ونادي وحبايبي وانا بحبكم سواء تحتاجوا او تحتاجوا معايا. بحبكم من قلبي. نمره 2 الدكتور